صبيان الصحابة كما في حديث عبد الرحمن بن عوف في صحيح البخاري، والله الحديث ده لا يكاد يفارق خيالي، دائما يحضرني، كلما أرى ما أرى يحضرني. قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر بين غلامين تمنيت أن أكون بين أضلع منهما. كنت أتمنى يكون على يميني واحد فحل ضخم كده، وعلى شمالي واحد كده برضه ضخم فحل يعني، لكن غلام على يميني وغلام عن شمالي. فقال لي: يا عمي تعرف أبا جهل؟ قال: فتعجبت. ليه؟ لأن اسم أبي جهل كان مثيرا للرعب، عايز خاف واحد كده أبو جهل يقوم يترعب. قال: فتعجبت. قلت: وماذا تريد منه يا بني؟ قال: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. السواد الشخص يعني، لو شفته يانا يهو يسب النبي وأنا حي. ده كلام الغلام. قال: فتعجبت فلم أنشب أن غمزني الآخر وقال: يا عم تعرف أبا جهل؟ قلت: ماذا تريد منه؟ قال: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فلم أنشب أن رأيت أبا جهل يزول في الناس، يزول مضطرب رايح جاي رايح جاي كده. فقلت: هذا صاحبكما. قال: فانطلق إليه فضرباه بالسيف حتى برد مات يعني. وجعل كل واحد يقول: أنا الذي قتلته، والآخر يقول: بل أنا الذي قتلته. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان في هذا الشرف، هذا الشرف أن يقتل ساب النبي، ده شرف لا يريد أن يفوت واحدا منهما. راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يفصل من يتشرف بهذا، فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ فقالا: لا. قال: أرني. ثم نظر إلى السيفين ثم قال: كلاكما قتلا. عندما يكون صبياننا كهؤلاء فنحن الأعلون بلا شك.